قصة الطفل وشجرة التفاح. يحكى أنه في يوم من الأيام كانت هناك شجرة تفاح كبيرة فرعت الأغصان وممتلئة السماء قوية الجذع والأغصان. بجانب الشجرة كان هناك طفل قريب منها يلعب ويلهو ويتسلق على أغصانها ويأكل من ثمارها، وإذا تعب من اللعب نام تحت مستظلا بظلالها وأغصانها الكبيرة، وكان هذا بشكل يومي. مرت الأيام وكبر الطفل وانشغل عن الشجرة فتوقف عن الذهاب إليها، ولكنه عاد يوما إليها وهو حزين، فطلبت منه الشجرة اللعب معها. فقال الولد: أنا لم أعد صغيرا وإني بحاجة لبعض النقود كي أشتري بعض الحاجيات. فقالت له: أنا لا يوجد معي نقود، ولكن خذ ثمر التفاح من أغصاني وقم ببيعه واستخدم الأرباح لتشتري ما تريده. فجمع الولد كل ثمارها وأخذها وهو سعيد، وغادرها ولم يعد، فباتت الشجرة حزينة. بعد أعوام عاد الطفل، وكالعادة قالت له الشجرة: تعال والعب معي. فقال لها: لقد أصبحت رجلا كبيرا ولدي عائلة أنا مسؤول عنها وأحتاج لبناء بيت، هل تستطيعين مساعدتي؟ فقالت له: أنا لا أملك بيتا، ولكن بإمكانك أن تأخذ من أغصاني كما تشاء لتبني بيتك. ففعل الرجل وأخذ الأغصان وغادر هو مسرور. تمر الأيام والسنوات والشجرة وحيدة حزينة على الطفل الذي كبر أصبح رجلا ولم يعد يلتقي بها. فجأة جاءها في يوم من صيف حار جدا، فساعدته الشجرة بقدومه وقالت له: العب معي. فقال: لقد كبرت كثيرا، أصبحت عجوزا، وأريد أن أرتاح من عناء الدنيا وأن أعيش فترة استرخاء. أريد أن أبحر بعيدا عن الناس، ولكن لا أملك مركبا أبحر به. فقالت له الشجرة: خذ من جذعي وأصنع مركبا. فأخذ من جذعها وصنع المركب وذهب عنها، ولم يعد لسنين طويلة. بعد كل هذه السنين عاد الرجل للشجرة، وقد اعتادت عليه أن يعود ليطلب شيئا منها، فطبقته بالقول: آسفة، ولكني أصبحت كبيرة جدا ولا أملك شيئا لأمنحك إياه. قال لها: لا يوجد تفاح لتأكل أو لتبيعه. فقال لها: لا داعي، فليس لدي أسنان لأقطمها. تابعت الشجرة حديثها فقالت له: لم يعد لدي الجذع حتى تلعب وتتسلق عليه. فقال: لا حاجة لي بها، فقد أصبحت كاهلا عجوزا لا أستطيع القيام بذلك. فحزنت الشجرة كثيرا لأنها لا تملك ما تعطيه، فهي شبه ميتة، جذورها أصبحت ضعيفة. فرد عليها العجوز قائلا: كل ما أحتاجه وأريده الآن هو أن أرتاح من هذه السنين، أحتاج مكانا للراحة فقط. فقالت له الشجرة: هذه جذوري وهي ما تبقى لدي، يمكنك الجلوس وأخذ قسط من الراحة بجانبي، اجلس وتتسلق هنا كما تشاء. الحكمة المستفادة من القصة: يجب تقدير كل النعم التي يمنحها لنا الله، كنعمة الوالدين ونعمة الصحة ونعمة جمال الطبيعة وعطائها، وعلينا المحافظة على هذه النعم باستمرار. حيث شبه الكاتب الشجرة بالأم التي تبقى وترعى طفلها حتى يكبر وتفني حياتها كلها في توفير احتياجاته وتقدم له كل ما يحتاجه من العطاء، فيكبر هذا الطفل ويصبح شابا ثم رجلا ثم عجوزا كاهلا، ولم يدرك قيمة والديه إلا عندما فقد كل شيء واحتاج للراحة، فيلجأ إليهم من جديد لأنه يعلم أن الوالدين هم مصدر الراحة. قصة الله يراني. في يوم من الأيام أراد الشيخ أن يختبر ذكاء وفطنة طلابه، فذهب إلى 4 فتية وأعطى كل واحد منهم تفاحة، وطلب منهم أن يأكلوها في مكان لا يراهم فيه أحد. بعد فترة من الوقت جاء الفتيان ال4 فسألهم الشيخ: هل أكلتم التفاحة؟ قالوا: نعم. فسألهم: أين؟ ورد الفتى الأول: في غرفتي، والفتى الثاني في الصحراء، والفتى الثالث فوق مركب في البحر، أما الفتى الرابع جاء والتفاح بيده. فسأله الشيخ: لماذا لا تأكل التفاحة؟ أجابه: ذهبت وبحثت عن أماكن كثيرة فلم أجد مكانا لا يراني فيه أحد، لأن الله يراني في كل مكان دائما. الحكمة المستفادة من القصة: يجب زرع مبادئ التقوى ومخافة الله عند الفتية في كل الأوقات، وذلك حتى يدرك أن الله مطلع علينا في أفعالنا وأقوالنا دائما، وبالتالي يحاسبون أنفسهم ويراقبون أقوالهم وأفعالهم دائما. أتمنى القصص تكون عجبتكم، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.